عندنا بيجامه السؤال اللي مكتوب عندنا زي جاكيت كده مموه. الخامه بتاعته طبعا حلوه قوي جامده، تنفع ان احنا نعملها شنطه للاطفال عشان الظروف برضو الماديه والظروف اللي الناس فيها وكده. فاحنا اي حاجه عندنا جنس او حاجات تقيله او ترجال او اي حاجه الخامه بتاعتها تقيله، وممكن نعمل لها كمان تلبيسه عشان نتقل الخامه لو معانا. فاحنا هنعمل هنا في ورشه مكتبه السيده مبروك هنعمل شنطه مدرسه، ونعمل مقلمه برضو مع بعضينا كده. هنبدا كده بسم الله. هشوف طول الشنطه اللي انا حابه اخدها. نخليها طويلة عشان تنفع أكبر. تنفع الأولاد. وبعدين احنا عندنا القماش بدل ما كده كويس ولا اكبر؟ يعني نخليها بطول. بس احنا مش الحتة اللي هنقصها مش هنستغلها في حاجة. هنسيبها بس كده عشان يبقى كله زي بعضه تحت زي تمام. هنقفل طبعا الجزء اللي فوق ده، وهنبدأ نجيب شرايط كده مستطيلة نحطها كده، أو هنبدأ نقفل من تحت عشان نخليها مربعة زي ما عملنا الشنطة قبل كده. اهي أول حاجة أول حاجة هنقفل الجزء ده طبعا. بسم الله. عشان نداري برضه شكل العلاوي دي. تتقفل على عادي كده على المعدول. ما هي عشان خاطر هي مخيطة كده زي ما بنقول على المعدول كده. هرجع اقلب الناحية التانية وهثبت الجزء التاني ده برضه معايا جامدة. الكمام فين؟ احنا هنفتحها وناخدها بالعرض. ممكن استغل الحته دي كده وابقى افتح الحته دي تبقى اجيب تاني جانبي. اعمل كده كده. بس دي مش هينفع نفتحها. احنا لا هنشيل الخياطه، هنفك الخياطه بس. لا مش دي، يعني هنخلي دي من هنا. طيب نحاول ان احنا نعمل كده يبقى جيبين في بعض. هنا يبقى ناقص
كبرها. هو انا هعمل مربع ده كده. مكرونة أصلية عارف يسوي شوية بس مش هناكل. نضيف معاها كده الدقيق كامل. هشيل دي بس كده، هاتني الدقيق ده لوحده كده، وبعد كده الجزء ده هاتني كده. تمام. عايزين بس مسطرة نعلم العلامات اللي احنا ناخدها عشان الجبن ما طب يبقاش ايه حضرتك ليه مقصراها؟ مقصرة يعني ايه. خليها تحت دي، تحت الجبين ده. ما فيش مشكلة، علشان برضه لو ما عايزة فيش مشاكل، تحط بجيب كبير. سندوتشين حاجة. تمام. نعمل الصوب ثانية. مش مخيط. المفروض خلص صح؟ لا لا. اهم حاجه التركه بتاعه المكروه. تعملي لنا بقى مقلمه ولا لا؟ نعمل مقلم، نعمل كل حاجة ان شاء الله. لو عارفة ربنا يخليك. انتوا ان شاء الله الخميس الجاي بس عبد الرحمن، وبرضه هجيب لكم حاجات بقى اقفل طبعا كده. الجيب معايا كله تقفيل نظيف، وبعد كده ايه ابدا اركبه على طول. عامل اللي انا رسمته. كرسي مريحك ولا اجيب لك كرسي اعلى؟ لا 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 تمام. الاستيكة عشان الحبل. بقى احنا قصينا الجيب وبعدين بنلف عليه كله، بنلف عليه كله. نتنيه كله حوالين داير كله، ايوه وبعدين بنركبه. ننضفه كده يبقى حلو. تمام. هنسيب بس الجزء اللي تحت خالص، انا مش هعمله لان انا هبدا اخد الجزء اللي تحت خالص مع الشنطه من تحت، يعني وانا بتني الشنطه كده هدخله تمام. تمام. الجزء اللي تحت مش هعمله. ايه لا برضه دي خليتين كده. وكل حاجة تقيلة على المكنة دي يا جماعة، جنس أو حاجة فيها تنات كتير، بمشي بإيدي كده لحد ما التانية تعدي، وبعد كده بكمل خيط عادي. اول ما تخلص تجيبي. لا ما هي عليه. خلي بالك يا إبراهيم ولا إيه؟ هاجي هنا هبدأ كده أخلص الدقيق، أمشي عليه لحد الآخر، وبعد كده هاخد إيه دي معايا. تمام. أنا همشي على الخطوط اللي أنا عملتها عشان ما أتلخبطش. خلوش يروح هناك. مكتوب وشوف الماسورة بتاع المكنة اسمه. تطلع عليها كذا مرة كده.
طبعا لو الخيط نفس اللون هتفرق كتير قوي في الشكل. كده الوش في الوش كده، وابدا اثبت الاثنين كلهم في بعض كده واخدهم جاي قدام. طبعا حطيت الجيب قدام وهي مفتوح لسه قبل ما احطها على الظهر، وحطيت السوسته كل واحده لوحديها. انا عملت كل حاجه كده يعتبر على المفتوح، ما قفلتش حاجه خالص. بعد ما اخلص شغل كله وتشطيبه كله ابدا اقفل. احنا طبعا مفيش جرار دلوقتي، فاحنا هنقفلها كلها ونسيب اخر حته بسيطه بس عشان الجرار يتحط. تمام. هتقفلي بقى الجناب؟ انا اقصد بقى الجناب مش بنحط لها. هنيجي بقى من هنا بعد ما كده؟ نقفل الجناب هنقوم مخيطين الجزء ده فهيديني مربع تحت اوتوماتيك منه فيه. يعني هنعمله دلوقتي بعد ما نقفل. هي كده كده معايا الشنطه طويله. تسيع انا فاهمه. في العرض. ما هي هتاخد بقى على حسب انت عايزه تعرضي هتعرضي من تحت. كل ما تعوزي تكبري اللي تحت هتديكي مساحه اكبر، عرض اكبر، فدي انت بتتحكمي فيها. طبعا زي ما قلنا كده وما عندناش فرماتوره هنا، فهنيجي هنا. بصي كده يا نسا، هنيجي هنا طبعا احنا ما عندناش فرماتوره. هعمل كده دي، فبالتالي هي تخيط لي الايه، هتمشي لورا. تمام. ارجع انزلها تحت هتمشي لورا، وهكمل الخياطه بتاعتي عادي خالص. ممكن شايفه حاجه تانية؟ اوصل لحد هنا. بننزل الابره وبعدين بنلف. برافو عليكي، عشان تبقى مظبوطه كويس. ايوه كده، ايوه كده. لا بنتعلم منك حاجات كتيره جدا يا مس شيرين. انا كبهير انبهرت. لا والله في حاجه مهمه جدا انا عن نفسي اتعلمتها، اللي هو القماش اللي هو الناعم دوت اللي هو ما بيمشيش في المكنه. بصراحه مش شيرين ربنا يبارك لها يعني علمتني اللي هو اجيب بكر لزق والف على الرجل بتاعت. يعني كان زمان بيحطوا ورق جرايد حاجات عشان يمشي. لا كان بيبقى رخم قوي، ما كانش بينفع. لما بحط اللزق بلف اللزق كده شويه على الرجل بتاعت المكنه من هنا. الرجل دي بلف حواليها لزق بتخشن لي المكنه. بصراحه بتخيط ما شاء الله ما شاء الله حلو جدا. طبعا انا تنيت تحت كده عشان تبقى تحت هنا برضو. تبقى هنا زياده ماشي اللي فارق معايا هنا. اعمله كده، هظبط انا بقى ايدي كده على دي. ممكن دي برضو اتنيها منها فيها برضو تبقى ايه جامده معايا. هنسيب بس حته صغننه خالص من السوست عشان تركب لها الجرار. ما هنسيبنا منين؟ لا ده هنا واخدينها من الاول. ممكن نسيب دي، خليها ماشي، نخلينا في دي. زي ما قلنا نرجع كده. دي الفرماتوره بتاعت الايه عشان المكن ده ما فيهوش ايوه بالظبط. احنا كده عملنا له فرماتوره تاني، يعني اعاده في الخياطه تاني. دايما لما اجي اعمل حاجه تبقى الحاجه الاتنين مفروضين معايا كده. طبعا اوفر او اي حاجه انا لو عايزه اتني دي كده منها فيها اتنيها. لو انا مش هعمل اوفر او مش تكلفتي ان انا اشتغل اوفر او الكلام ده، ممكن دي تتقفل كده وتتخيط. من داخل الشنطه. دلوقتي احنا عملنا كده. طبعا انا عايزه اعملها مربعه بقى من تحت. ازاي بقى؟ اقوم عامله دي كده كده. هتتنيها مش كده بس. كل ما اكبر في دي هتديني الدورات. بص دي التربيعه بتاعتي قد ايه. كل ما اكبر في دي اكتر التربيعه دي من تحت. كل ما اصغر تبقى دي. تمام. انا هعملها
هنعملها مثلا دي تبقى متوسطه، يبقى التربيعه حلوه تحت كده. انا اول مره اعرف ان احنا عشان نعمل تربيعه للشنطه نعمل كده. انا الاول كنت بركب جناب كده حوالين داير علشان تبقى ديت مربعه. التربيعه منها فيها، وهنشوفها دلوقتي لما نعمل الشنطه. فكره جديده يا مس شيرين. هنشوفها دلوقتي انا منتظره اشوف الشكل. ان شاء الله. اشوف زي ما عملت دي بالظبط، نعمل قد التاني دي بالظبط، لازم اعمل قصادها بالظبط عشان يبقوا الاثنين قد بعض. قد بعض بالظبط. يبقى انا عندي من هنا لهنا، يبقى انا اشتغل على دي. الشنطة تبقى اسمها. ايوه، وتلاقي التربيعه بتاعتها تحت مش معوجه. ان شاء الله هنعمل الكرسي المجاني ده برضه، كرسي الشنط المجاني ده في المشغل. اي واحده عندها جيبه او بنطلون جينز مقطع بقى او اي حاجه، ان شاء الله نعمل كرسي مجاني ان شاء الله. عملنا هنا في مكتبه السيده مبروك ورشه، ان شاء الله نعمله هي هنا. الفكرة جات لي لما عشان لقيت الدراسة داخلة، اه وبعدين بيجي لنا هنا أولاد مدرسة كده. بصوا دايما ورينا بقى الجمال بقى. مش جمال قوي يعني عشان جمال ما يزعلش. ايوه ما شاء الله ما شاء ما الله. شاء الله. لا تسلم ايدك تسلم الحاجات ايدك. دي بقى كلها تتشال وتتنضف. يعني عملنا شنطه ببلاش من غير اي حاجه، بحاجه قديمه عندنا. جاكيت قديم من عندك. جاكيت قديم، جيبه قديمه، بنطلون جينز قديم، وطبعا هيتركب هنا السوسته هتروح تمام. هتلم الحاجات دي كلها. تمام. لما صلى على النبي مربع عليه. اهوت بتاع الشنطه تحت اهو، بس احنا عايزين بقى نعمل لها الإذن. نعمل لها تمام. ده المربع اهو اوتوماتيك منه فيها. جميل. نعمل إذن ظهر ولا إذن تتعلق؟ طبيعي بقى، قبل ما كنا نعمل، بدل كنا هنعمل ايدين بقى الطبيعي، كنا هنعمل الايدين هنا وهنا قبل ما دي تتقفل تخش في الخياطه. عشان تمسك.